الأربعاء استضاف شبيبة بجاية في ملعب إسماعيل مخلوف بتشكيلة شابة تضم لاعبين من الأمال بعد تسريح عدة لاعبين في مرحلة الميركاتو الشتوي. هؤلاء اللاعبين قدموا مباراة في المستوى أمام شبيبة بجاية وصنعوا العديد من الفرص، منها فرصة باهي الذي ضيع وجها لوجه أمام الحارس جبارات على مرتين. الدقيقة 12 حملة الجديد لأصحاب الضيافة بعد عرقلة داخل منطقة الجزاء. اللاعب باهي تكفل بتنفيذ ضربة الجزاء موقعا على هدف التقدم لفريقه. رد الضيوف جاء عن طريق توغل بن ساحة من الجهة اليمنى الذي مرر كرة جميلة لزميله الهدف ورأسيته سهلة في أحضان الحارس شوح. الندية وصلت في هذا الشوط بين الفريقين، ففي الدقيقة 32 توزيعة لحلو لمست يد المدافع بوديب، والحكم عتية سعيد يعلن عن ضربة جزاء التي تكفل بها بن ساحة محرزا هدف التعادل لفريقه. آخر فرصة في هذا الشوط كانت للاعب النشيط جدا باهي الذي رأسيته هنا جانبت إطار المرمى لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل هدف لمثله. في الشوط الثاني لن نشاهد العروض الكروية وغلب الاندفاع البدني على مجريات هذا الشوط، وكان لزاما على المدربين إجراء عدة تغييرات في صفوف التشكيلتين. فالمحليون حاولوا الوصول لشباك الشبيبة لكن دون جدوى أمام استماتة الدفاع، وجاء الرد قاسيا من الضيوف في الوقت بدل الضائع بكرة ثابتة نفذها أبو مشرع للمدافع اللالي الذي سجل هدف الفوز لفريقه. هذا الهدف لم يلتقطه المصور بسبب الفوضى التي حدثت في المدرج.